اكيد الا سولتكم على شكون هو رشيد بن محمود، الاغلبيه ديالكم غادي يقول لي في لي كومونتير لتحت هو المساعد الاول ديال وليد الركراكي، وكان من قبل لاعب ديال المنتخب المغربي. اليوم جيت نحكي لكم قصه عنوانها من ذهب، ديال واحد الشخصيه اللي صنعت السعاده في قلوب جميع المغاربه من مونديال قطر الى كان الكوت ديفوار. الشخصيه اللي دخلت القلوب المغاربه بالتصريحات العفويه وحب لتراب هذا الوطن، وشخصيه اللي ظهرت في المباراة الأخيرة كمدرب أول على رقعة الميدان بعد توقيف الركراكي من طرف الكاف. رشيد بن محمود هو بطلنا يا سادة. فشكون هو هذا البطل هذا؟ وشنو هو التاريخ ديالو مع المنتخب المغربي؟ قبل ما نبداو في سرد التفاصيل والقصة ديال هذا البطل هذا، بغيتكم أصدقائي أنكم ديروا واحد لايك أسفل الفيديو وتكتبوا لنا شي كومونتير يكون زوين بحالكم، وإلا عجبكم البلان علاش لا ما ديروش واحد الاشتراك في القناة باش تبقاو توصلوا بكل جديد من الفيديوهات ديالي. سيداتي سادتي، رحبوا معايا ببطل حلقة اليوم وواحد من صناع السعادة المغربية، رشيد بن محمود. تزاد البطل ديالنا في العاصمة المغربية الرباط سنة 1971، وبدا في عشق الساحرة المستديرة من نعومة الأظافر ديالو باش يرتبط بالجلدة المدورة واحد الارتباط اللي كبير، وباش يلقى راسو من بعد من بين أفضل اللاعبين في الدوري المغربي في ديك الحقبة، بحيث بدا المشوار الكروي ديالو مع نادي يوسفية الرباط اللي لعب الصفوف ديالو منذ سنة 1986 لغاية 1989، باش من بعد انتقل لنادي القرض الفلاحي اللي لعب الصفوف ديالو لمدة 4 مواسم لغاية 1993، باش من بعد يقرر البطل ديالنا أنه ينتقل لنادي الفتح الرباطي على شكل إعارة لمدة موسم واحد، باش من بعد يقرر بن محمود تغيير الوجهة ديالو باش يحترف في الخليج، وبالضبط في نادي السد القطري اللي لعب الصفوف ديالو موسم واحد فقط، قبل ما ينتقل مرة أخرى لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي سنة 1998 واللي لعب الصفوف ديالو لغاية سنة 2003. في هذه الفترة تمكن بن محمود من التألق وبين على علو الكعب ديالو باش يولي الاسم ديالو مطلوب في عدة أندية، وباش يلعب من بعد في نادي العربي الإماراتي ونادي الخليج، قبل ما يقرر من بعد إنهاء المسار الكروي ديالو في نادي دبا الحصن الرياضي في دوري الدرجة الثانية الإماراتي سنة 2005، باش ينتقل لعالم التدريب ويكون مدرب مساعد لعدة مدربين، بحكم أنه إنسان معقول وجاد في العمل ديالو بالإضافة للشخصية والكاريزما ديالو. هذا الشيء اللي خلى عدة مدربين يثقوا فيه باش يكون مدرب مساعد أول. من بين هاد المدربين كنلقاو حسين عموتة مع الوداد الرياضي، ورشيد الطوسي مع المنتخب المغربي، بالإضافة لوليد الركراكي الآن مع المنتخب المغربي. الناس اللي متبعين المنتخب المغربي غادي يشوفوا التفاهم الكبير اللي كاين بينه وبين وليد الركراكي. ماشي غير هذا الشيء، وإنما رشيد بن محمود كيخلق واحد الجو استثنائي أخوي بين اللاعبين ديال المنتخب المغربي. هذا الشيء اللي كيخلي الوجود ديالو واحد النقطة الإيجابية داخل المنتخب المغربي. فهذه كانت مجرد نبذة قصيرة وبسيطة على رشيد بن محمود، نتمنى أنها تكون عجباتكم، ونتمنى أنكم تشاركوني في الكومنتات لتحت كيف جاتكم القصة ديال البطل ديالنا اليوم. فإذا بغيتوا قصة ديال أحد المدربين أو أحد اللاعبين ديال المنتخب المغربي كتبوها لي في الكومنتات لتحت، وأنايا غادي نجاوب جميع الأصدقاء. خليوا لي الآراء ديالكم بلا ما نطول عليكم أكثر من هكا، والسلام عليكم.